الكلام اللي هنقوله النهارده ده كلام مهم جدا. ده روي فيتوريا بيقبض 200 ألف دولار شهريا. الاتنين اللي على يميننا وشمالنا دول أي واحد فيهم على استعداد إنه يجي يدرب منتخبنا الوطني ببلاش، ومش ببالغ، ببلاش. هتقول لي يعني هم مش هياخدوا فلوس؟ هقول لك لا، هياخدوا فلوس وهياخدوا فلوس كويسة. اي واحد من الاثنين المدربين اللي قدامنا او اي مدرب غيرهم او انا شخصيا او انت اللي بتتفرج واي واحد قاعد على القهوة، لو مسك منتخبنا الوطني ده هيحقق نفس النتائج. لكن لان القماشه اللي نجيبها من الخارج مش هي اللي هتعمل اللي احنا عايزينه، بياخدوا فلوس كتير جدا على الفاضي، في مصالح بتتعمل من وراهم. لازم الناس تفهم الكلام ده وتعترف بيه. راجل بياخد 200 ألف دولار شهريا، انت عارف يعني ايه 12 مليون جنيه؟ لو حسام حسن ولا حسن شحاتة ولا ميدو ولا ده ولا ده جبته واديته مليون جنيه في الشهر، هياخد الواحد من دول في السنة كلها اللي بياخدوا الراجل ده في شهر. عرفت ليه هم هيضربوا المنتخب ببلاش؟ الراجل ده عقده 4 سنين لحد 2026. عارفين هياخد فيهم قد ايه؟ مبلغ خرافي والله ما قادر احسبه. النهارده انا قاعد انا وانت وغيرنا بنكمل عشان انوم، وبنقول وماله عشان بلدنا. بيطفي علينا النور وعيالنا مش عارفه تذاكر وتشوف مصالحها، بنقول وماله عشان بلدنا. لكن يجي واحد بياخد فلوسنا ويمشي، يجي واحد سمسار يقاسمنا في قوتنا وفي قوت عيالنا. يا ناس يا بتوع الكوره يا اللي بتدوروا على مصالحنا، يا ناس يا اللي خايفين على الشعب المصري، والله حرام اي مدرب وطني هيمسك منتخب مصر هيطلع بنفس النتائج. وادينا شايفين دلوقتي شكل منتخبنا عامل ازاي، ولا طريقه لعب ولا خطه ولا اختيارات سليمه. الراجل ده في عقده شرط جزائي منه لله اللي حاطه 3 شهور، يعني 36 مليون جنيه. ياخدهم ويتكل على الله، ويا دار ما دخلك شر. وكفايه كده، حرام نقعد لحد 2026 ندفع 12 مليون جنيه كل شهر. حرام والله.